بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ النهاردة بث مباشر عن مباراة الأهلي وفيوتشر. النادي الأهلي حسم إن شاء الله يقترب من حسم الدوري بنسبة كبيرة. النادي الأهلي إن شاء الله يقترب من حسم الدوري بنسبة كبيرة بباقي 8 نقط إن شاء الله. عندنا ماتش الاتحاد، ماتش الإسماعيلي، ماتش الزمالك، إن شاء الله بإذن الله نحسم الدوري في الثلاث ماتشات اللي جايين دي. نتكلم النهارده عن ماتش الأهلي وفيوتشر. الأهلي تعادل مع فيوتشر 0-0. نتيجة الدور الأول كانت 1-1 بين الأهلي وفيوتشر. كان أحرز للأهلي حسين الشحات، وأحرز لفيوتشر عبد الكبير الوادي ومحمد مجدي أفشة. أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 95 لو كنا نفتكر مباراة الدور الأول. طبعا كلنا عارفين مباراة الأهلي وفيوتشر علي ماهر تحديدا مع النادي الأهلي بيقلب على جوارديولا. اللي بتشوفه فاتح الملعب وتشوفه خارب الدنيا، بيجي قدام الأهلي متعرفش بيحصل ايه. ما لناش علاقة بعلي ماهر دلوقتي، بس احنا هنتكلم عن النادي الأهلي وطريقة أدائه وأداء النادي الأهلي في مباراة امبارح، مباراة الأهلي وفيوتشر. مارسيل كولر مش هقول لك هو اقول لك ايه. مارسيل كولر برضو يتحمل نتيجة الماتش. بايه؟ احنا برضو مش احنا ما بننتقدش ولا بنقلل من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. لا، المدير الفني للنادي الاهلي ماشي كويس جدا مع الفرقه، بس الماتش ده تحديدا كانت فيه حاجات غلط كتير حصلت. مش اقول لك تشكيل مثلا، هقول لك تغييرات. يعني التشكيل هو بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد شناوي في حراسة المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، اتنين قلبين دفاع لسه ثابتين. يعني التشكيل كله بنسبة كبيرة كان ثابت ما عدا أحمد قندوسي. أحمد قندوسي اللي دخل في نص الملعب مع أليو ديانج ومروان عطية. يعني هو بديل تالت بقى أو بديل تاني، بديل تالت تقدر تقول، بديل تالت بعد عمرو السولية، بديل تالت بعد محمد مجدي قفشة. بس مش مشكلة، هو اللي حصل في الماتش. التشكيل بدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، اتنين قلبين دفاع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم. خط الدفاع ثابت. في نص الملعب مروان عطية وأليو ديانج. قدامهم أحمد قندوسي على يمينه بيرسيتاو، على شماله حسين الشحات، وراس حربة محمود عبد المنعم كهربا. طبعا التحكيم كان محمود البنا وخالد الغندور على الفار. ركز بقى في حته خالد الغندور دي على الفار، هو اسم سبحان الله ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الاسم ده بالذات مع النادي الاهلي. المباراه بدات يعني في سجال، بس برضو فرقه فيوتشر فرقه كويسه جدا، عندها لعيبه كويسه جدا، في ناصر ماهر، في احمد عاطف، في مهند لاشين. ما فريق فيوتشر بيلعب النادي الاهلي وغايب عنه حوالي 7 لعيبه من الاساسيين. يعتبر خط الدفاع بالكامل يعتبر غايب، لا محمود مرعي ولا محمود مرعي ولا سعد السمير ولا محمود رزق، الناس اللي هي قلوب الدفاع. فبيلعب مساك ورا علي الفيل، ومعاه باسم علي اللي كان في النادي الاهلي اللي كان مصاب على طول، ده اللي كان سبحان الله راح فيوتشر ما اتصابش، راح المقاولين ما اتصابش، راح بعدها فيوتشر بعد ما طلع من النادي الاهلي. ما تعرفش هو في لعيبه كده بتبقى يعني اقول لك ايه، بتبقى ادامها نحس، ما تعرفش فيه إيه بالظبط. فزي ما بقول لك اهو، النادي الاهلي بيلعب مع فرقه فيوتشر غايب عنها كتير جدا. فبس في لعيبه مميزه ما زالت في الملعب، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، غنام محمد، ناصر ماهر، احمد عاطف، احمد رفعت. فرقه برضه فرقه كوره. طبعا قدام النادي الاهلي غير، ولكن العقبه الوحيده واللي كلنا اول ما شفناها اتصدمنا ان النادي الاهلي بيلاعب فيوتشر على ملعب السلام، اللي هو كان ملعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي يساوي وراح يلعب في استاد القاهره. فدي بصراحة بالنسبة لي أنا كانت يعني صدمة. احنا لسه هنرجع نلعب تاني على السلام، احنا ما صدقنا وبدأنا نلعب على استاد القاهرة. وبدأ اللعب واللعيبة بتلعب مرتاح. استاد القاهرة طبعا غير أي استاد في مصر. استاد القاهرة استاد تعرف تلعب عليه كورة، استاد واسع مريح في لعبه، كل حاجة فيه حلوة بصراحة. فالمباراة بدأت بسجال ولاعب برضه فيوتشر مش قليل. فرقة فيوتشر مش قليلة في الملعب، فرقة بتلعب كورة وبتهاجمك. انت برضو في ما تعرفش فيه كسر يعني. الشوط الاول تقريبا انا ما شفتش محمود عبد المنعم كهربا لمس الكوره مرتين ثلاثه. ده بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا لمس الكوره مرتين ثلاثه ملوش وجود. وبرضو بنكرر وبنقول النادي الاهلي في حاجه لراس حربه صريح، راس حربة صندوق، راس حربة اللي هو من نوعية حسام حسن، راس حربة من نوعية عماد متعب، راس حربة اللي هو جوه الصندوق. ما سيبك بقى من هداف أو خطاف هجام، اللي انت عايز تقوله قوله. راس حربة بيلعب كورة،
راس حربة بيعرف يجيب جوان. عندك علي معلول ما شاء الله باك شمال بيلعب لك كور يعني عرضيات دوا. محمد هاني على استحياء، مش هنقول برضه مش هنرفع نقول محمد هاني في الطب قوي، لا محمد هاني برضه عنده غلطات كتير هجوميا. مستواه ماشي كويس جدا، بس برضه مش اللي هو مش الباك اليمين بتاع النادي الاهلي برضه احنا نتمناه عشان نكون بصراحه. محمد هاني مستواه كويس جدا، مستواه ارتفع عن الاول، بس برضه مش الباك اليمين اللي احنا بنأمله او اللي احنا عايزينه في النادي الاهلي. فالمباراة كانت على استحياء، لا يعني تقريبا لحد ما فيوتشر خطف جون. شفنا طبعا تمريرة ناصر ماهر كانت تمريرة دوا لأحمد عاطف، راح أحرز هدف، فالحكم الراية رفع أوفسايد. فرجع بعد ما رجع للفار فاتحسبت برضو أوفسايد. معرفش الفار نايم، أنا رأيي شفتها هي هدف صحيح. محمد هاني مغطي هناك، ما تعرفش احنا بقى عندنا الحكام بيعملوا ايه، الفار نايم ما تعرفش واكلين لحمة العيد، فما تعرفش بالنسبة لحكامنا في ايه. يعني انت عندك عامل زي الفار معاك، عامل زي بقول لك انت كتاب مفتوح، انت امتحان اوبن بوك، فما تعرفش حتى انت لما بتغلط بترجع تاني معاك الفار، بس ما تعرفش في ايه وحكامنا مالهم. فاتحسبت اوفسايد على احمد عاطف، وبعد ما خد الكوره وعدى محمد شناوي احرز هدف، فاتحسبت اوفسايد على فيوتشر والهدف اتلغى. رجع بعدها برضو اللعب بسجال من النادي الاهلي، وكان قبلها برضو بيرسيتاو بيعدي من ناحيه بيرسيتاو اللي كان نشيط الى حد ما، وعدى من ناحيه اللي هو كان طارق طه الباك الشمال، وعدى منه وشاط وجنش بيصد. يعني كان المباراه سجال، يعني مباراه لي بين الاول والتالت. النادي الاهلي طبعا ماشي الفتره اللي فاتت كويس جدا، بس يعني ما مش برضه مش هنرجع نبرر ونقول ارهاق واجهاد، لا. الماتش اللعيبه كانت ما تعرفش مستسهله الماتش، اللعيبه نازله مكسله، يعني دي حقيقه تحس ان اللعيبه نازله مكسله مستسهله الماتش، هتكسب في اي وقت، يلا مش مشكله ما علينا، اهو ده ايه اللي حصل. فبدأ برضو الكرة السجال، كرة من أحمد قندوسي اللي كان غايب برضو تماما. يعني شفت برضو مرر تمريرتين غلط، يعني بيمرر تمرير لحسين الشحات، متوقع ان حسين الشحات هيجري وحسين الشحات واقف مكانه، ما تعرفش حسين الشحات برضو قراراته ما تعرفش انا حتى كتبتها على الفيسبوك إن اللعيبه قراراتها غلط ما بين الشوطين، اللعيبه قراراتها غلط. حسين الشحات بعد ما بيرقص يكمل بقى وشوط، لا عايز يرقص تاني ويرجع تاني، حتى كرة فيها خدها من على ناحية طارق طه بعد ما عدى منه، لا بيرجع تاني. يا عم ما تلعب على طول عرضية للي جاي، ولا تشوط في كرة قوية عرضية أرضية برازيلية زي ما بنقول، ممكن أي تخبط في أي حد وتدخل، لا بعد ما بيرقص عايز يرجع يرقص تاني. محمود عبد المنعم كهربا بقول لك كان يعتبر بنسبة كبيرة كان غايب طول الشوط الأول، يعني تقريبا شفته في كورتين ما لهمش أي تأثير. وده نرجع تاني نقوله برضه احنا عايزين راس حربة صندوق، راس حربة هجام، راس حربة خطاف، راس حربة أنا عايز راس حربة من نوعية عمر السومة، أقول لك إيه عمر السومة، عبد الرزاق حمد الله، ده العرب، بغداد بنجاح، يقول لك مين تاني، جوميز اللي كان في الهلال، بس كل لعيبه احنا عارفين اسعارها توب قوي. فاحنا بنتكلم في موليكا ولاباكوجا، ففي راس حربه قدامنا كتير. شفنا احمد عاطف برضه راس حربه هجام، بس برضه عايز يتصنفر شويه زي ما بيقولوا، ده بالنسبه لاحمد عاطف بتاع فيوتشر. في لقطه عملها حسين الشحات في الشوط الاول كده اللي هو عدى، كانت لقطه ايه اللي هي لقطه اللي الجمهور بيحبها، اللي عدى كوره من بين رجلين غنام محمد، بس برضه الكوره ما اثرتش ولا عملت اي حاجه، بس هو الجمهور بيحب الحاجات دي. وخلص الشوط الاول لا، قبل الشوط الاول ما يخلص كورة من علي معلول كورنر، واتلعبت لحسين الشحات، رجع تاني لعبها لعلي معلول، لعبها علي معلول بالعرض، كمل ياسر ابراهيم احرز هدف للنادي الاهلي. ولقينا برضو الفار بيلغي الهدف على طول، محمود البنا كان غندور لا الغي، فما تعرفش برضو ولا لغاه ليه. ولما رجعت اللقطات حتى لقطة الهدف الاول اللي اتلغى لفيوتشر ما بتتعدش بالراحة، لقطة النادي الاهلي ولا تعرف الخطوط محطوطة ازاي، ولا ما تعرفش ان الفار عندنا بيبقى نايم واكلين لحم ضاني، اللحمة باينة عاملة عندهم حاجة ما تعرفش. لحمة العيد طبعا كل سنة وانتم طيبين. فلغى برضو بعد ما رجع الفار لغى الهدف. ولو الكورة اتعدت بطء ممكن تلاقي ان ممكن محمد فاروق او مدافع من فيوتشر مغطي الاوفسايد. ما علينا، هو لغى هدف هنا ولغى هدف هنا، والاتنين انا شايفهم من وجهة نظري هدفين صحاح. بيخلص الشوط الاول 0-0.
يجي بقى نبدأ الشوط التاني. تشكيل النادي الأهلي هو أنا كتبت على الفيسبوك عندي بين الشوطين 2 لاعيبة في الملعب ملهمش وجود، لازم يطلعوا بين الشوطين، محمود عبد المنعم كهربا وأحمد قندوسي. كل اللي شاف الشوط الأول محسش بوجود محمود عبد المنعم، محسش بوجود محمود عبد المنعم كهربا، دي حقيقة. قندوسي، أنا أقول لك أنت بتلعب بقندوسي ومروان عطية وأليو ديانج. مروان عطية وأليو ديانج الاتنين مش قادرين أصلا، مش هقول لك مش قادرين يجاروا نص ملعب فيوتشر. ليه بقى نص ملعب فيوتشر؟ في غنام، مهند لاشين، ناصر ماهر، تلاتة على الدايرة، طرف يمين محمد فاروق، وهاف شمال احمد رفعت. التلاتة بيضموا فماسكين نص الملعب من النادي الاهلي. انت لو لاحظت الشوط الاول تحس ان فيوتشر هو اللي ماسك كورة، النادي الاهلي اخطر، بس زي ما قلت لك الماتش سجال. فنص الملعب كان واضح جدا ان في عايز يحصل تغيير. يعني كابتن مارسيل كولر لو كان غير خروج نزول محمد مجدي قفشه، نزل هو طاهر، بس برضه حتى نزولهم ما كانش ليه تأثير قوي، وخصوصا طاهر، يعني برضه كان تغيير غلط، هنتكلم في وقته. فانا زي ما بقول لك اهو، لو هتشوف الشوط الاول وانت قاعد تتفرج على الشوط الاول، سيبك بقى من حبك للاعب وكرهك للاعب، لا احنا بنتكلم على النادي الاهلي وبنشجع النادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي. فلو هتتكلم كوره عن الشوط الاول، احمد قندوسي ما كانش ينزل الشوط الثاني، محمود عبد المنعم كهربا قبل احمد قندوسي كمان. محمود عبد المنعم كهربا لا بينزل يستلم ولا بيتحرك، مع ان عندك علي معلول. قلت لك علي معلول ده باك شمال بدرجه صانع العاب، مش هقول لك باك شمال هداف. اكتر واحد تكون مطمن والكوره في رجله هو علي معلول، بيطلعها صح، دي حقيقه، اكتر لاعب في الملعب. بس كان في كسل، حته كسل، مع انه كان نشيط، حته كسل من حسين الشحات، ما تعرفش مع علي معلول. حتى علي بقول لك في قرارات، لما انا كتبت قلت لك قرارات اللعيبه قراراتها غلط. يعني في كور بتاع حسين الشحات، علي معلول طالع له عايز يطلع على طول يلعبها له على طول، لا حسين الشحات كده قاطم وداخل له. يا عم ما تلعب له على طول، الراجل واخد سرعته واديله الكوره في وشه، علي معلول هيتصرف، مش عايز اقول لك هيتصرف احسن منك، خصوصا لو عنده الناس بتتحرك قدام كويس. علي معلول مش اللي هو بتجيله الكوره بيلعبها بالعرض وخلاص، لا، ده بيبص الاول وبعدين بيلعب الكوره، بيوجهها صح، بيوديها في المكان الصح للاعب اللي واقف صح. بس للاسف احنا عندنا في التلت الهجومي او في منطقه الجزاء بقى فيه تحركات غلط، سواء كهربا، محمد شريف. فده اللي كان باين في الشوط الاول، ان لازم يحصل تغيير في نص الملعب. تغيير في نص الملعب، واحد ينزل مع مروان عطيه واليو ديانج، وتغيير في راس الحربه. عارفين طبعا عمرو السوليه مصاب، واحمد كوكا مع المنتخب الاولمبي، فانت قدام وحمدي فتحي خلاص ربنا يوفقه راح الوكرة القطري. فاللي كان باين من الشوط الاول لازم يحصل تغيير في نص الملعب وتغيير في راس الحربة اللي هو محمود عبد المنعم كهربا. ما حصلش تغيير، وبدأ الشوط الثاني برضه بنفس التشكيل، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، اتنين قلبين دفاع، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم. في نص الملعب اليو ديانج ومروان عطية، قدامهم قندوسي، على يمينه بيرسيتاو، على شماله حسين الشحات، وراس حربة محمود عبد المنعم كهربا. بدأ المباراة الشوط التاني برضو سجال بين الفريقين، وبدأ يعني ايه النادي الأهلي بدأ يتحسن أكتر، أحسن وأكتر من الشوط الأول. ده أنا هقول لك بس على ايه اللي حصل. بدأ النادي الأهلي يتحسن أكتر وأحسن في الشوط التاني عن الشوط الأول، وتحس بقى إن الأداء البدني لفريق فيوتشر بدأ يرجع، بدأ يقل بقى بدنيا. فريق فيوتشر قليل، النادي الاهلي بقى هو الاخطر وهو الاقوى في الشوط الثاني. بس برضو وضحت وبدأ مازال لسه راس الحربة مقصر محمود عبد المنعم كهربا، يعني برضو مازال مختفي. مفيش اللي هي كورة في أول الشوط الأول لعبها له برسيتاو من على الشمال، من على شمال جنش، وشاطها وجنش طلعها. بدأت تزيد ضربات الركنية للنادي الأهلي، بدأت تزيد ضربات الركنية للنادي الأهلي، وبدأ النادي الأهلي بقى فيه خطورة أكتر. بدأ تحرك أكتر معلول، تحرك أكتر محمد هاني وبيرسي تاو. ولكن مارسيل كولر عمل تغيير، وتغيير غلط، وكان لازم مش التغيير مش غلط، أكتر غلط في اللعيبة اللي نزلت. يعني أنا أقول لك إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هو غير، لما غير نزل طاهر وقفشة مكان مين بقى؟ طاهر وقفشة مكان
اقول لك بالظبط. ثواني اقول لك يا باشا دلوقتي اللي حصل. ولما نزل طاهر وقفشه طلع كهربا واحمد قندوسي. عمل ايه بقى هو كابتن مارسيل كولر؟ ودى طاهر هاف يمين، ودخل بيرسي تاو راس حربة. شوف بقى، شوف الحتة دي، ولعب قفشه في مكانه في نص الملعب قدام مع مروان عطية واليو ديانج. طبعا تغيير الطاهر دي بقى بالذات لا محل له من الاعراب. يعني انت ما انت عندك برضو محمد شريف، مش هنروح تاخده بذنب الماتش اللي فات، لا ما محمد شريف برضو اهو بيحاول وبيتحرك، وانت كده يعني ضيعت ميزة بيرسي تاو كهاف يمين. وديته راس حرب ما استفدتش بيه. انت لا استفدت بيه هاف يمين ولا استفدت بيه كراس حربة. يعني كانت لخبطة وعك، ده من ضمن اخطاء مارسيل كولار في الماتش. التغييرة دي انت كنت ممكن تقدر تنزل محمد شريف واحمد عبد القادر، طلع كهربا وطلع كهربا يعني احمد قادر، شريف محمد عبد القادر، شريف وقفشه. ممكن تنزل كهربا وتنزل شريف واحمد عبد القادر، وتخلي احمد عبد القادر هاف شمال، تدخل محمد تدخل حسين الشحات في نص الملعب مع كصانع لعب. حسين الشحات كبصير كويس جدا، ممكن صانع لك لعب. حسين الشحات بيشوط، بس ربنا يسهل بقى وتكون قراراته سريعة على الجون، ما نقعدش بقى ان ايه زي ما بيقولوا ايه الحنكشة. تجددت بقى خلاص وربنا يسهل، ومستقر مع فريق النادي الاهلي ولعب كويس جدا ولعب بتصنع الفارق. هجمات بقى متتالية من النادي الأهلي، ولكن بقى صمود ودفاع صرف. خلاص بقى فيوتشر قرر إنه مش خلاص مش ههاجم، أنا هلعب على المرتد. أحمد عاطف بس واقف قدام مع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، كل فرقة فيوتشر بتدافع. بدأ يدافع ويرجع أحمد عاطف. أحمد عاطف ده قلنا قدام، بدأ أحمد رفعت مفيش دور هجومي زي الشوط الأول. محمد فاروق برضو، مع إن برضو يعني الكورة بتجيلهم بيروحوا بس مش زي الأول. بدأ يرجع، بدأوا يرجعوا، بدأ يدافع أكتر مهند لاشين مع غنام محمد. ناصر ماهر بدأ مجهوده يقل. بدأت فرقة فيوتشر تدافع، بدأ علي ماهر يتبع طريقة بقى طارق العشري والدفاع الصرف. ده برضو كان لازم من المدير الفني للنادي الأهلي يوجد حلول أكتر، يوجد حلول أكتر، خصوصا بقى زي ما بقولك في التغييرات. فما تعرفش بقى مارسيل كولر كان ماله، هو ماتش خلاص، ماتش وعدى وخلاص وراح، ونقطتين طاروا مش مشكلة. باقي 8 نقط إن شاء الله هناخدهم الماتشات اللي جاية، ماتش الاتحاد الإسماعيلي الزمالك إن شاء الله. مش هنبص بقى نعمل زي الناس اللي بتقولك احنا هنحتفل في الدوري في ماتش الزمالك وانت لسه كسبت الاتحاد ولا كسبت الإسماعيلي. لا ناخدها واحدة واحدة. إن شاء الله هنكسب الاتحاد، بعده الإسماعيلي، بعده نفكر في ماتش الزمالك بقى هنحتفل مش هنحتفل الكلام ده. إن شاء الله بنسبة 99% الدوري في الجزيرة إن شاء الله السنة دي. بس احنا عايزين نفكر ونبص اللي بعدين، ما نستسهلش كل حاجة. ما انت ممكن تلعب تكسب اللي ما انتش عارف ماتش الاتحاد ممكن تعمل فيه ايه. ماتش الاتحاد مش سهل على فكرة، يعني ماتش الاتحاد مش سهل. الاسماعيلي برضو اللي هو يعني الاسماعيلي مش عايز اقول لك اللي هو من طول الدور الاول طول الدوري تعبان، وما تعرفش هتيجي قدام الاهلي وتحسهم بقى انت بتلعب مانشستر سيتي، بتلعب البرازيل بقى بجد. اللعيبه اللي هي نايمه في الخط طول الايام اللي فاتت دي، من اول السيزون او الموسم تتفرج عليها في ماتش الاهلي. مدبولي بقى والشامي وعبد الرحمن مجدي وباقي اللعيبه ما علينا. فاحنا مش هنبص لقدام ولا نبص لبعدين في ماتش. نفكر في ماتش الزمالك، لسه عندنا الاتحاد نكسبه، بعدين نفكر في ماتش الاسماعيلي ان شاء الله ونكسبه، بعدين بقى نفكر بقى لما نوصل لماتش الزمالك. احنا عايزين 8 بونت زي ما قلنا، فان شاء الله ناخد التلات بونت في ماتش الاتحاد، ناخد التلاتة بونت في ماتش الاسماعيلي. بعدها نبقى نفكر بقى في التلاتة بونت بتوع ماتش الزمالك والاحتفال بالدوري. فاحنا مش هنسبق الاحداث ولا هنستسهل الماتشات اللي جايه، ماتش الاتحاد والاسماعيلي. نكمل بقى ماتش الاهلي وفيوتشر. بدأ النادي الاهلي يضغط اكتر، بدأ يروح حسين الشحات، يروح بيرسيتاو. بس بقى خلاص بدأت تتعطل الجنب اليمين بتاع النادي الاهلي. محمد طاهر، انا بقول يعني انا ده وجهة نظري، كفايه كده، كفايه كده على طاهر، وان شاء الله يكون اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، يطلع بقى اعاره. وطاهر من بعد الاصابه، بعد ما كان اساسي الدور مباريات الدور الاول في بدايه الدوري كان اساسي، بعد ما اتصاب رجع من الاصابه تحس انه نسي الكوره
ما تعرفش لاعب بامكانيات، قوة جسمانية، قوة بدنية، سرعة، رجليه كويسة على الجون، ما تعرفش. تحس ان هو اتبدل تماما، اتبدل طاهر محمد طاهر. فالجنب اليمين محمد هاني وطاهر محمد طاهر بدأ الجنب اليمين يقف. بدأ طاهر بتحس بقى بيعمل حاجات غريبة في الملعب، ما تعرفش هو بياخد الكورة مش عارف يتصرف فيها. ما تعرفش هو عايز يعمل ايه في الكورة، بصراحة حاجة غريبة. يعني حاجة غريبة لما انت تكون لاعب في النادي الأهلي وتاخد الكورة كده ما انتش عارف انت رايح تعمل ايه ولا عارف تتصرف فيها. كلاعب بحجم النادي الأهلي وكمية وكل البطولات اللي انت لعبتها دي، يعني المفروض خبرات، خدت خبرات كتيرة جدا مع النادي الأهلي. لعبت كأس العالم للأندية، لعبت ماتشات أفريقيا، كنت بتروح المنتخب، يعني برضو في حاجات كده انت وانت قاعد تتفرج تقول وعايز يعمل ايه ما تعرفش. فما علينا. فبدأ ضغط للنادي الأهلي، والآفة الكبرى بقى بدأت. النادي الأهلي صنع فرص كتير جدا، يعني مش هقول لك، يعني ممكن تقول أكتر من 6 فرص للتهديف، بس ما فيش حد بيسجل، ما تعرفش. هي الدنيا واقفة. تألق من مدافعين، برضو مدافعين لازم نديهم حقهم. تألق من مدافعين، فيوتشر، تألق من جنش بقى بيفوق في ماتشات النادي الأهلي، بتحس إن جنش بقى اتقلب بقى خلاص مانويل نوير. فحقه هو بيركز، الراجل بيركز في ماتش زي ده. ماتش زي ده هيصيطه، ماتش النادي الأهلي بيصيط أي لاعب. اي لاعب بيستنى ماتش النادي الاهلي عشان يتصيد في الماتش ده، فبيعمل كل اللي عليه وبيلعب بكل قوته بكل طاقته. فزي ما بقول لك هو بدأ التغيير، تغيير النادي الاهلي في الدقيقة 67. طلع قندوسي، نزل طاهر. طلع كهربا، نزل قفشه. ده اول تغيير، اول تغييرين في بدأوا عملوا مارسيل كولر. هتحس انه بدأ، يعني ايه، بدأ بدري اهو. يعني انا هغير لكم بدري وهغير في الدقيقة 67 بعد ضغط النادي الاهلي. والنادي الاهلي بدأ يضغط، فيوتشر بيدافع صرف خلاص. في الدقيقة 81 عمل ايه بقى عمنا كولر؟ راح مطلع ديانج، نزل كريستو بدأ يدي شكل للفرقة. بدأ يعني تحس بقى فيه بخطورة، بقى بيروح على الجون ويشوط ويعدي ويباصي. يعني زي ما بنقول ايه، يجي منه. يعني لو كان هو نزل مكان طاهر، مش هقول لك بقى، لو كان هو نزل بدل طاهر ولعب هاف يمين مش مشكلة ودخل بيرسي تاو بس. لخبطه، ما علينا. هو ماتش كان كله تحس ان هو ماتش معقرب. انا كنت كاتب عن الماتش ده على اجنده كده في تحليل الماتش وانا بكتب احداث الماتش. ماتش معقرب، دي حقيقه، هو الماتش معقرب فعلا. الماتش اتعقرب. تيجي بقى لآفة الكرة المصرية والشغل المغرب العربي اللي شفناه. ضاعت الوقت. كل شوية تلاقي غنام يقع، يطلع يتعالج، ينزل، واحد تاني يقع، اللاعب يطلع الكورة، كرة تبقى عرضية يطلعها بدماغه يجي واقع. كل شوية بدأت إضاعة الوقت والرخامة بتاعت محمود عبد المنعم، محمود جنش، محمود عبد الرحيم جنش. حارس المرمى بدأ يضيع وقت. بدأ نشوف استفزاز، وما تعرفش محمود البنا فيه ايه. يا عمي انت بتضيع وقت، انت بتساعده على تضييع الوقت. درجة محمد عبد المنعم فعلا راح اعترض عليه جامد، حتى اعتراضه كان جامد، راح مديله انذار. طب انت يا عم انت بتضيع وقت، انت بتوقفني. راح حسب 7 دقايق وقت ضايع. ال7 دقايق دول اصلا لعيبة فيوتشر ضيعوهم في الاصابات والمعالجه. وهشام بلحه لما وقع، يعني في كرة كده حسبها محمود البنا. يعني في كرة مشتركة، طاهر طالع مع الولد، هو اللي موطي. هو هشام بلحه ده هو اللي موطي. يعني هو عامل كوبري لطاهر، فوجئنا بيصفر فاول على طاهر. يا عم ازاي؟ في كرة تانية، في كرة كانت لفيوتشر، ما صفرش الا بعد ما الكرة انتهت، وبعدين حسب التسلل. كان باين انها اوفسايد على احمد عاطف برضه تقريبا، حسبها تسلل. في كورة تانية بقى لحسين الشحات قبل ما انت بيستنى لما الكورة تكمل، لا صفر. فما تعرفش، في حاجة غريبة. ما تعرفش هما الحكام بتوعنا عايزين ايه بالظبط من تحكيمهم وطريقة تحكيمهم للماتشات. يا عمي احنا بنقول لك اخدم نفسك، خليك انت، يعني اقول لك ايه، خليك انت زي ما بيقولوا ايه يابا، يعني مش عارف اقول لك، يعني خلي شكلك انت حلو. يعني ما تبصش للاهلي ولا الزمالك ولا الفرق ولا لاي حاجة. اخدم نفسك بنفسك زي ما بنقول. زي ما الناس كلها بتقول يعني انت خليك انت، يعني خليك انت فخور بنفسك. ما تقولش لا ده انا ده تجامل ده ولا تجامل ده. لا يا عم ما تجاملش حد. اخدم نفسك انت، اخدم نفسك. خلي تحكيمك يعني بما يرضي الله. خليك فخور قدام نفسك، قدام اولادك، قدام عيلتك. انا مش هقولك اكتر من كده.
فدي كانت بعض الأخطاء اللي حصلت في المباراة من يعني بقول لك مباراة بصراحة غريبة، مباراة عجيبة من محمود البنا، مع ان محمود البنا من الحكام كويسين جدا، بس كان هو والفار كانوا ما يكونوش كويسين خالص. يعني الفار زي ما بقول لك، زي ما عمل لغى هدف للنادي الاهلي ولغى هدف لفيوتشر. يعني كان في حاجة غريبة، بقول لك يعني انت كرة بتسيب المهاجم لما يكمل وبعدين تصفر اوفسايد، وده الصح، ده القانوني. بعدها على طول لعبة للنادي الاهلي نفس اللعبة، لا بتصفر بدري وتحسب اوفسايد على حسين شحاتة، بتسيبه يكمل الهجمة وبعدين يا عم صفر زي ما انت عايز. ما هو كده كده الفار كده كده هيرجعك، متقلقش. الفار هيرجعك، والفار هنشوف هيعمل ايه. طبعا الفار بتاعنا كان نايم بقيادة خالد العنبور، الحكم حكم الفار ما شاء الله عليه، اسم على مسمى بصراحة. هما تلاتة: خالد الغندور، خالد الغندور يعني كلنا عارفينه، وخالد الغندور الحكم، وخالد الغندور اللي بيلعب في الاتحاد السكندري. فدي كانت من أخطاء الحكم في المباراة، مش مبرر برضه، بس أنا بقول المبرر أكتر إن لعيبة النادي الأهلي إحنا التعادل ما نستحقش الفوز. لا، ليه بقى ما نستحقش الفوز؟ لأن إحنا أصلا ما سعيناش للفوز لكن بالروح والعزيمة والضغط إن أنت نازل بقى تموت نفسك عشان تلعب. هي فرقة فيوتشر مش فرقة قليلة عشان الناس ما تقولش ان احنا بنقول اي كلام وخلاص، لا، فرقة كويسة، فرقة كورة عندها لعيبة مميزة، لعيبة بتعرف تلعب كورة. لكن اخطاء مارسيل كولر، ما كانش المفروض ابدا بقندوسي في ماتش زي ده، ماتش فيوتشر. لا، ده انا لو مش هبدا بقفشه ابدا بحسين الشحات معاهم في نص الملعب، وابدا باحمد عبد القادر هاف شمال. اتكلم بقى كورة هاف شمال وهاف يمين، مش هنقعد بقى نقول طرف ومش طرف والكلام ده، لا خلينا بقى ماشيين هاف يمين. بيرسيتاو ماشي كويس جدا، حسين الشحات هاف شمال. لو مش هبدأ بحسين الشحات، لو مش هبدأ في نص الملعب محمد مجدي قفشه اللي كان المفروض يبدأ. ده من أخطاء مارسيل كولر، إن أنت حطيت أحمد قندوسي في ماتش صعب، ماتش فيوتشر، ماتش صعب. أنت بتلاعب التالت مهما كان، أنت خلاص الدوري بتحسبه، بس أنت بتلاعب الفرقة اللي هي ترتيبها التالت في الدوري. فدي خلاص ماتش للنسيان، وهنركز بقى في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. عندنا ماتش الاتحاد، ماتش الاسماعيلي، وبعدين نفكر في ماتش الزمالك، ناخد 6 بونت، باقي لنا 2 بونت على نهايه الدوري ونحسم الدوري بتاعنا ان شاء الله. انا على طول بكتبها عندي في على الفيسبوك بتاعي، وهتلاقي ان شاء الله بنزل لك اللينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك في صندوق وصف الفيديو اللي جاي باذن الله بعد البث المباشر ده. كتبت النقطه 69 في الدوري بتاعنا، ان شاء الله ان شاء الله يكون الدوري بتاعنا. فناخد ال6 بونت نوصل ل75 بونت. فاحنا عايزين 2 بونت في ماتش الزمالك اللي هيتلعب يوم 13/7، هتحدد خلاص وقته يوم 13/7. فزي ما بقول لك اهو، مارسيل كولر ماتش نسيان كتغييرات، توقيت التغييرات، تشكيل البداية اللي هو كان فيه خطأ بنزول أحمد قندوسي، يعني الخطأ الوحيد أحمد قندوسي، حتى كنا نتمنى إن هو يغزلنا. يعني تلعب محمد قندوسي، احنا بنقول لعيب كويس جدا، بس مفيش، ما انا عايز اشوف الكلام ده، عايز اشوف ان انت لاعب كويس جدا فعلا في الملعب، مش كلام وخلاص. فاحمد قندوسي زي ما اقول لك كان من اللعيبه القليله جدا في الملعب، لو هديله تقييم في الملعب هديله تقييم 2/10. هو ما عملش حاجه. ده بالنسبه لاحمد قندوسي لاعب النادي الاهلي، اللي هو اترمى في بدايه الماتش، وده من اخطاء مارسيل كولر. لا، كان عندي قفشه، عندي حسين الشحات يلعب في الحته دي، ممكن العب احمد عبد القادر، كنت ممكن تلعب بيرسيتاو، ما علينا، ماتش وخلص. اخطاء مارسيل كولر زي ما قلنا في تشكيل البدايه، التغييرات وتوقيتها ونوع واللاعب اللي نازل. يعني انت خلاص يا محمد شريف بتلعبوا الماتشات اللي فاتت، ما تنزله النهارده يا عم بدل كهربا. انا لو ليا كلام في الجهاز الفني انا اغير كهربا بعد اول نص ساعه. مفيش خالص، مفيش، ما تعرفش، هو مش مركز، ذهنه مشتت جدا في الملعب، مفيش تحرك، او اللعيبه قافله عليه. ده انت بقى اللي مساك بتاعك باسم علي، انت متخيل باسم علي قد كده. فما علينا، هو ماتش للنسيان، ماتش مش هنتكلم فيه تاني خلاص، و3 نقط خدنا منهم نقطة إن شاء الله. ما زلنا محافظين على إننا الفريق الوحيد الحمد لله اللي ما اتهزمش ولا ماتش. كده احنا لعبنا، تعادلنا 6 ماتشات، فزنا في 21 ماتش، الحمد لله. أكتر فرقة حرزت أهداف، احنا أقوى هجوم وأقوى خط دفاع، والفريق لحد دلوقتي اللي ما اتهزمش. زي ما بنقول بقى كده إيه النقطة ال69 في الدوري بتاعنا إن شاء الله.
ده بالنسبة للنادي الأهلي ومارسيل كولر. مارسيل كولر على فكرة اتكلم برضو في المؤتمر الصحفي، اتكلم على موضوع اللعيبة اللي بتقع، على اللعيبة اللي بتقع واللعيبة اللي بقول لك ايه، اللعيبة اللي كل شوية كل ما حد يلمسه يقع ويطلع وينزل ويقع غيره فما تعرفش فيه ايه. ده بالنسبة لمباراة النادي الأهلي وفيوتشر. في أخبار كده زي ما قلت لك كده على طول. حمدي فتحي راح الوقرة القطري. في وقعة بقى حصلت في نادي الزمالك، طبعا الإعلام الجميل اللطيف المخيف الظريف بتاعنا ما اتكلمش عنها، وهي وقعة محمد عبد الغني مع رئيس النادي المعزول اللي هو في وقعة التدريب. كان في تدريب في نادي الزمالك، فاللعيبة بتتدرب جوه، فمحمد عبد الغني راكن عربيته جوه النادي عادي كطبيعة. فجه طبعا رئيس النادي اللي هو المعزول جه لقاه واقف راكن عربيته مكان عربيته المكان اللي بتقف فيه. فبعت واحد بالامن مين اللي راكن العربيه ده، قالوا له محمد عبد الغني. فراح بعت له حد من الامن. شوف بقى، شوف يعني التسيب بقى وصل لايه. انا مش هقول لك بقى هي عزبه ولا مش عزبه، ما يخصنيش، انا بتكلم في كسلوك وانت كجمهور لنادي بتشجعه. افهم بقى الدنيا وصلت لايه لما تقعد تقول ان الاهلي مش الاهلي الكلام ده. زي ما بقول لك بعت له واحد من الامن بيقول له تعالى اطلع، قال له مش هسيب التدريب واطلع عشان اركن العربيه. فطبعا حصلت مشاده بينه، وراح قال له، راح له هو دخل له انت ما ركنتش عربيه، ما جيتش ليه ركنت العربيه؟ قال له مش هسيب التدريب واطلع اركن العربيه، انا في تدريب. طب انتوا فين بقى كجهاز فني ان واحد يدخل يتكلم مع لاعب في تدريب حتى لو هو رئيس نادي؟ حتى مش هقول لك لو معزول، حتى لو هو رئيس نادي، ازاي اصلا ازاي انت كجهاز فني عندك شخصيه عندك قوه؟ ازاي بقى مدير كوره والكلام ده؟ ما هو كلها ببعضيها. انت ازاي كرئيس نادي كمدير فني موجود لك شخصية يا أوسوريو تسمح لحد يقطع تدريبك ولا يدخل يكلم لاعب عندك بطريقة أيا كانت في التدريب، حتى لو اللاعب ده أنت مش محتاجه هتمشيه؟ فطبعا هو فيلم وخلص وتصالحوا وهتحول التحقيق ما تحولش التحقيق. فقال بعد كده انت ما تركنش عربيتك جوه ومش عارف ايه وكلام كتير. وانت واحنا جايبين ميسي، قال له مش هسيب التدريب عشان اطلع اركن عربيه. قال له يعني انت فاكر نفسك ميسي ومش كلام كده كله ملوش اي 30 لازمه. بعدين طبعا المران اللي بعده التمرين اللي بعده محمد عبد الغني ما راحش عشان يتحول للتحقيق وحققوا معاه وخلاص والموضوع خلص. وفي قال للامن ما حدش من اللعيبه يركن عربيته جوه، كل ما يركن عربيتهم بره ويشوفوا مراكب. يعني كلها غلط، كلها حاجات غلط في غلط. فما علينا في الموضوع ده، والموضوع خلص ما خلصش مش بتاعنا. المنتخب الأولمبي في بطولة 23 سنة إن شاء الله المؤهلة للأولمبياد مش كويس. تعادل أول ماتش مع النيجر، كسب مالي وكسب الجابون وتأهل إن شاء الله على المجموعة. طبعا منتخبنا ماشي كده، فمحدش يعرف حاجة عن البطولة دي ولا حد متعرفش فيه ايه. الإعلام بتاعنا في حتة تانية خالص، ولا مهتم بالمنتخب ولا مهتم بأي حاجة. منتخب كويس جدا، فيه لعيبة كويسة جدا زي إبراهيم عادل، محمود صابر، حمزة علاء حارس النادي الأهلي، محمود كوكا، وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد. فيه لعيبة كويسة جدا، يعني لعيبة مش لعيبة وحشة، فيه لعيبة كويسة جدا في المنتخب ده. بس هو نجم الفريق ده وإبراهيم عادل. جمهور النادي الأهلي في هتافاته في ماتش فيوتشر كان بيقول صالح سليم مش ناسينه، إمام عاشور مش عايزينه. اتكلم بقى في قصة إمام عاشور كرأي أنا شخصيا. انت حقك تاخد بيه ما تاخدش، دي حاجة ترجع لك انت. بالنسبة لموضوع إمام عاشور الجمهور يقول صالح سليم مش ناسينه، إمام عاشور مش عايزينه. ما تعرفش بقى مين الجمهور ده اللي موجود واللي قال كده، كل واحد حر في رأيه. بس على فكرة بفكرك بمقولة صالح سليم إن الأهلي لا يدار من المدرجات. صالح سليم أنت بتدافع عنه، أنت حقك، وكلنا بندافع عن صالح سليم وندافع عن أي رمز من رموز النادي الأهلي. لما مشهور كان طلع فيديو قبل كده هو وأحمد عيد وشتموا على صالح سليم من النادي الأهلي. طبعا دي قلة الأدب والكلام ده يعني مرفوض من أي لاعب سواء بيلعب أهلي أو زمالك. فقصة إمام عاشور، إمام عاشور أنت محتاجه؟ محتاجه. بديل لحمدي فتحي؟ محتاجه. لاعب هو تقريبا الكلام اللي اتقال ان هو اتصل بكابتن محمود الخطيب بيستفسر عن امكانيه النادي الاهلي. هو الكلام ده اللي كان كاتبه خالد الغندور على صفحتهم، فانا بصراحه ما بصدقش كلامه. فده الكلام اللي اتقال.
ثواني. ده بالنسبة لموضوع إمام عاشور. فلو النادي اللي أنت بتتكلم عن النادي الأهلي محتاجه أو محتاجه في كلام عن النادي الأهلي، في كبديل لحمدي فتحي إمام عاشور، محمد رضا بوبو، وليد الكارتي، محمود حمادة لاعب فاركو، وليد الكارتي لاعب بيراميدز، محمود حمادة لاعب فاركو، بوبو لاعب فيوتشر. كان في كلام برضه بيقول عن محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان راح احترف بره تقريبا في المجر، حاجة زي كده. ما علينا. فقصة محمد علي بن رمضان دي انتهت بالنسبة للنادي الأهلي. في حاجات تانية كتير برضو، أحداث كتير حصلت اليومين اللي فاتوا، منها إن يبقى في إيقاف قيد في نادي. لا، احنا لسه مكمل بقى في قصة إمام عاشور. أنت محتاجه. إمام عاشور لاعب كويس جدا، صغير في السن أولا، هينفعك في طريقة مارسيل كولار. مارسيل كولار في طريقته كان بيعتمد على حمدي فتحي. فتلاحظ بقى أنت لو لاحظت إن حمدي فتحي، حتة التركية اللي كان بيعملها حمدي فتحي إنه بيكمل ورا كهربا ورأس الحربة، محدش عاملها ولا حد عارف يعملها. فكان حمدي فتحي كان بيعملها كويس جدا، وكان بيكمل كلاعب تالت في نص الملعب مع مروان عطية وأليو ديانج، كان بيكمل وبيعملها كويس جدا، وكان بيصنع أهداف، وبيلعب في ظهر الباك. كان بيلعب في ظهر الباك، سواء الباك اليمين أو الباك الشمال، وبيلعب في حتة بين الاتنين الاستوبرين، الاتنين البين دفاع. كان بيلعب بيروح في الحتة الفاضية اللي وسطهم، ويا يجيب جون يا يمرر يا يتسبب في جون. فكان حمدي فتحي دوره مهم جدا 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 تكتيكيا لطريقة مارسيل كولر مع النادي الأهلي. فأنت لو هتتكلم على بديل، لو هترتب لي بقى إمام عاشور، وليد الكارتي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، اللعيبة دي هتتكلم بقى في الترتيب. اللعيبة اللي أنت محتاجها واللي هتفيدك هو إمام عاشور. أول واحد إمام عاشور كلاعب كويس جدا. أولا أول زي ما قلت لك صغير في السن، رجله كويس على الجون، بيشوط. إمام عاشور أصلا في بداية لعبه كان بيلعب جناح على المحل وحراس علوم. كان إمام عاشور بيلعب جناح. فأنت هتحتاجه في الطريقة بتاعتك، في طريقة مارسيل كولر، الطريقة دي. فأنت كنت هتحتاج إمام عاشور. فسواء بقى النادي تعاقد معاه ما تعاقدش، هو بيقولوا المبلغ المطلوب فيه مبلغ كبير جدا، اللي هو عايزه في ميتلاند الدنماركي، فمبلغ كبير. نخلص بقى من خلصنا من قصة إمام عاشور. فهنشوف النادي الأهلي والموضوع ده هيرسى على إيه، وإيه اللي هيحصل في موضوع إمام عاشور. طبعا كلنا زي ما قلت لك هتافات الجمهور اللي كانت في الاستاد امبارح في ماتش فيوتشر، صالح سليم مش ناسينه، إمام عاشور مش عايزينه. فأنا زي ما بقول لك، أنت لو تقول لي رأيك الفني، لا، هات إمام عاشور، هينفع. صغير في السن زي ما قلت لك، وأنت تقدر تخلصه يا كابتن الخطيب. انسى قصة أمير دي خالص. تقدر تخلص إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي، تقدر تخلصه من بق الأسد. فلوسك موجودة. النادي الأهلي على طول مش زي أي نادي، فلوسه على طول بتكون حاضرة موجودة. مكافآت دوري أبطال أفريقيا، المكافآت بتاع الماتشات اللي فاتت. فإن شاء الله نقدر نخلص أي لاعب. في كلام بقى إن محمد أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي موجود في المغرب. في كلام على مين بقى؟ في لاعب في الجيش الملكي اسمه رضا سليم. رضا سليم بيلعب، عنده 23 سنة تقريبا، عنده 23 سنة. رضا سليم ده بيلعب جناح يمين وشمال، وبيلعب راس حربة. اللاعب ده كويس جدا، بس هو عنده عروض من أوروبا. ففي كلام إن في كلام إن شاء الله أمير توفيق ممكن يخلص معاه ويتكلم معاه. فهنشوف إن شاء الله الدنيا هتمشي على إيه وهترسى على إيه، وأمير توفيق هيعرف يرجع لنا برضه سليم ولا لأ. ده بالنسبة لقصة رضا سليم، وإن إن أمير توفيق في المغرب وبيحاول يخلص إن شاء الله. وإن شاء الله يا مسهل، إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل ويخلص لنا رضا سليم، ولاعب كويس جدا. وأمير توفيق زي ما بقول لك في المغرب. فإن شاء الله هنشوف إيه اللي هيحصل. إيه بقى النادي الزمالك في إيقاف قيد 3 فترات. إيقاف قيد إيقاف قيد فيه غرامة خالد طيب، غرامة على السبورتنج لشبونة بتاعت محمود عبد المنعم محمود عبد الرازق شيكابالا. محمود عبد المنعم كهربا معلق معانا مش عارف ليه. ربنا يهديه بقى ويركز بقى الماتشات اللي جاية. ماتش فيوتشر كان ماتش للنسيان، مش هنفكر فيه تاني خلاص، لأنه كان مستوى قليل جدا في الماتش ده. فهنشوف بقى الماتش اللي جاي إن شاء الله. زي ما بقول لك كده، غرامة خالد طيب.
بالترتيب. يعني هو في غرامة على غرامة خالد بوطيب، غرامة مستحقة خلاص الدفع، ثم لك الجواب والحاجات وإيقاف القيد دي موجودة في درج وليد العطار. فلما نشوف الدنيا هترسي على ايه في الموضوع ده، فيا مسهل نشوف ايه اللي هيحصل. في بقول لك غرامة خالد بوطيب، في إيقاف قيد لنادي الزمالك تاني 3 فترات، وغرامة سبورتنج لشبونة. محمود دونجا لاعب نادي الزمالك، إيقاف 4 مباريات وغرامة 50,000 جنيه. طبعا كلنا شفنا ايه اللي حصل في حصل مع زيزو في ماتش للزمالك بعد ما جابوا الهدف احتفلوا بيه. عمل حركة غريبة جدا، وحركة فيها مش عايز اقول لك فيها اقول لك يعني سبحان الله. يعني انت لاعب، ايه اللي بتعمله ده مع زميلك حتى لو بتحتفل بهدف؟ انت خلاص يعني عمل حركة مش كويسة جدا. حركة خليها نقول خديشة الحياة، مش هنتكلم، هنقول ايه، كلنا عرفنا ايه اللي حصل. كله شاف اللي حصل، وكله شاف اللي في الماتش، وبيحتفلوا بالهدف. عمل حركة مش لطيفة خالص مع عمل حركة مش لطيفة خالص مع زيزو. فما تعرفش الدنيا ترسي عليه. وقفوه 3 ماتشات 4 ماتشات، إيقاف 4 ماتشات، وغرامة 50,000 جنيه على نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك. زي ما قلت لك المشادة اللي حصلت فيه بين محمد عبد الغني ورئيس النادي المعزول مرتضى منصور. فزي ما قلت لك خلاص انتهت بالصلح، ورجعوا في كلامهم وصالحوا بعض وتصالحوا خلاص، والدنيا بقت تمام. فهنشوف ايه اللي هيحصل بقى الايام اللي جايه. الزمالك عنده ماتش مع المقاولين في كاس مصر، فما تعرفش ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل. فهنستنى بقى نشوف. طبعا في غياب لمصطفى شلبي. إصابة طبعا ممكن توصل لشهر غياب عن الملاعب نادي الزمالك. فطبعا ده هتسبب لهم تسبب لهم قلق، لأن هم طبعا بيقلقوا من غياب أي لاعب. فمصطفى شلبي كان بيلعب أساسي الماتشات اللي فاتت، ومركز وماشي مع الفرقة كويس جدا. في مشادة حصلت تاني بقى في نادي الزمالك، في لاعب اسمه حسن الغديري والجزيري وأحمد فتوح. سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك ومهاجم نادي الزمالك دخل بكوعه على اللاعب الغديري ده، لاعب نادي الناشئ اللي بيتدرب معاهم، فورم له وشه. فأحمد فتوح برضه راح شد معاه، كان هي الغديري وفتوح مع قصاد سيف الدين الجزيري، فراح شد معاه على الدخلة دي والتدخل القوي جدا ده. يعني هي مشادة وشدوا مع بعض، بس ايه ان الامور اتلمت وهدت وعدت على خير. انتهى الموضوع خلاص، اللعيبه يعني اتصالحوا. يعني كانت مشادة في الملعب، بس هي مشادة زي ما بنقول ايه، شدة ملعب، شدة كورة. يعني هي عدت على خير. نيجي بقى لقصة النصر السعودي ومفاوضته مع مفاوضة أو تفاوض مع النصر السعودي مع محمد الشناوي. لحد دلوقتي ولحد ما أنا بكلمك دلوقتي الساعة 7:30 يوم الاثنين 3/7/2023 مفيش أي كلام من النصر السعودي مع محمد الشناوي. دي الخلاصة والحقيقة. النصر السعودي ما تفاوضش معاه لحد دلوقتي. النصر السعودي بيفكر فيه حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو، جلوريس ودوخية، 3 حراس معروفين. أقرب واحد فيهم هو ياسين بونو المغربي. ياسين بونو حارس إشبيلية عندها أزمة اقتصادية وعايزة تبيع لعيبة، عايزة في لعيب كذا لاعب هتبيعه. يعني هم النصر مركزين أكتر مع المغربي ياسين بونو، بس هو لحد دلوقتي رافض، هو عايز يستمر في أوروبا. تقريبا عقده مع إشبيلية 2 مليون يورو، وهو معروض عليه في النصر السعودي 7 مليون. ده بالنسبة لقصة الدوري السعودي واللي عايز بيستقطب اللعيبة من أوروبا. هما حتى في النصر السعودي بيقولوا احنا ما بنفوضناش محمد الشناوي، احنا تركيزنا كله على الدوريات الأوروبية. بس بقول لك هي قصة محمد نختم بيها بقى إن شاء الله النهاردة، قصة محمد الشناوي بالظبط وتفاوضه مع النصر السعودي. كله بيتكلم ويقول على مفاوضات وملايين رايحة وملايين جاية، بس لحد دلوقتي النصر السعودي ما كلمش محمد الشناوي، ومحمد الشناوي مركز مع النادي الأهلي. ده بالنسبة لمحمد الشناوي. هما في النصر السعودي زي ما قلت لك مركزين
مع ياسين بونو، هوجو لوريس، وديخيا حارس مانشستر يونايتد اللي خلاص عقده خلص وما تجددش مع مانشستر يونايتد، يعني يعتبر بقى لاعب فري. في كلام تاني ان نادي فاركو انهى عقد طارق العشري بالتراضي، والاقرب هيكون علي ماهر. بنسبة كبيرة علي ماهر هيسيب فيوتشر وهيروح لفاركو، هو الأقرب لخلافة طارق العشري في فاركو هو هيكون علي ماهر. فهنشوف الأيام الجاية تودينا فين، وهنعرف ايه وايه اللي هيحصل. زي ما قلت لك مفيش عرض رسمي لحد دلوقتي لمحمد الشناوي، مفيش عرض رسمي، مفيش عرض رسمي لمحمد الشناوي من النصر السعودي، والنصر السعودي بيقول ان احنا ما فوضناش محمد الشناوي، احنا تركيزنا كله على الدوريات الاوروبيه. فلازم اقول لك، هو باكد لك النادي الاهلي النصر السعودي ما فوتش محمد الشناوي لحد دلوقتي. النصر السعودي مركز على ياسين بونو حارس اشبيليه وهو كولوريس ودخية. ده بالنسبه لفريق تفاوض النصر السعودي مع محمد الشناوي، ومفيش الكلام ده لحد دلوقتي. ده بالنسبة لصندوق الاستثمار السعودي. صندوق الاستثمار السعودية اللي هو بيقول لك احنا مركزين أكتر مع الدوريات الأوروبية، ومفيش تعاقد مع محمد الشناوي. بقول لك هو النصر السعودي تواصل رسميا مع ياسين بونو، اشبيلية وافق، اشبيلية موافق، عنده زي ما قلت لك في أزمة اقتصادية فعايز يبيع. اشبيلية موافق على رحيل ياسين بونو للنصر السعودي، بس ياسين بونو نفسه هو اللي رافض. ياسين بونو في شرط جزائي في مع اشبيلية 25 مليون يورو بيتم تفعيله في فترة الانتقالات الصيفية فقط. عرض النصر السعودي لياسين بونو سنتين 7 مليون دولار قبل الزيادة. ياسين بونو مرتبه مع اشبيلية 2 مليون يورو في السنة. النصر السعودي عرض عليه 7 مليون يورو، وياسين بونو هو الحارس الوحيد اللي النصر السعودي اتفاوض معاه بشكل رسمي. عشان نجيب لك من الآخر، مفيش قصة محمد الشناوي والكلام ده لحد دلوقتي، مفيش كلام عن تعاقد النصر السعودي، او مفيش حاجة رسمية وصلت لمحمد الشناوي من النصر السعودي ده لحد دلوقتي زي ما بقول لك. فعشان القصة دي تبقى خلصانة ان النصر السعودي لحد دلوقتي ما تفاوضش مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. فعشان نخلص من قصة محمد الشناوي ورودي جارسيا، اقول لك ايه انه رودي جارسيا ده بالنسبة لمفاوضات النصر السعودي مع محمد الشناوي والدوري السعودي. الدوري السعودي اللي مولع جدا، وهيولع السنة الجاية، وهيكون هتتفرج على دوري كله نجوم. اقول لك ايه، يعني كريستيانو رونالدو بدأها وكانت هتكمل بقى بميسي، بس يلا بقى خلاص ميسي راح الدوري الامريكي، راح انتر ميامي الامريكي، فخلاص ميسي يعتبر كده ان ميسي خلاص بعد فوزه بكاس العالم مع الارجنتين 2022، فخلاص بقى يعني اقول لك ايه، احنا زي ما بنقول كلنا، كله يقول بقى ويكتب في كلامه وخلاص، قفل اللعبه بقى خلاص، خد كل حاجه، ما سابش حاجه الا لما خدها. ده بالنسبه لي ليونيل ميسي الارجنتيني، خلاص لو كان جه الدوري السعودي كان خلاص بقى، كان الدوري السعودي ده بقى خلاص. وكريستيانو رونالدو بيقول خلاص كلها سنة 2 والدوري السعودي هيبقى من أقوى 5 دوريات في العالم. فخلاص طبعا شفنا الاتحاد السعودي، اتحاد جدة جاب كريم بنزيما، بدأت فيه لعيبة كتير، فيه كلام عن فيرمينيو، كلام عن رياض محرز زي ما بقول لك، وهو ياسين بونو وكانتي جا الاتحاد. الاتفاق برضو بيفاوض في لعيبة، كله بيتكلم فيه. وشفنا النصر السعودي جاب أكثر من لاعب برضو يعني خلاص بالنسبة خلاص كده الدوري السعودي بقول لك رايح في طريق تاني، طريق كله هيبقى كله طريق العالمية من الآخر. فنشوف بقى الدوري السعودي السنة الجاية. على فكرة طارق حامد يعني مستمر مع اتحاد جدة السعودي حتى الآن، مفيش كلام عن إن
اتحاد جدة هيمشيه او المدرب قال لا انا عايزه مع كانتي. فهنشوف برضو الكلام هيوصل على ايه في بداية الموسم، وهيبدأ فترة الإعداد لاتحاد جدة السعودي. وهنشوف اتحاد جدة طبعا بيستعد لكأس العالم. كأس العالم للأندية تلعب في السعودية في شهر 12، لكأس الأندية العربية بتاع كأس الأمير سلمان. فهنشوف ايه اللي هيحصل الأيام اللي جاية دي. فطارق حامد زي ما قلت لك مستمر مع اتحاد جدة حتى الآن، والمدرب متمسك بيه. المدرب اللي انا عايز طارق حامد مستمر معاهم. فهنشوف احمد حجازي عمل العمليه وان شاء الله هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. اتحاد جده برضه متمسك بيه، وفي يعني لسه برضه ما فيش اللغط والغط ايه اللي موجود عندنا ده اللي بيتقال. فلسه لحد دلوقتي، وزي ما بقول لك اهو محمد الشناوي مفيش تفاوض رسمي من النصر السعودي حتى الان لحد دلوقتي. كلام من الاخر، مفيش تفاوض رسمي. الحارس الوحيد اللي تفاوض النصر السعودي معاه رسميا هو ياسين بونو، حارس اشبيلية الاسباني المغربي ياسين بونو. فالايام اللي جايه دي هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. النادي الاهلي عنده ماتشات مهمه جدا الايام اللي جايه، ماتش مع الاتحاد السكندري، ماتش مع الاسماعيلي، ماتش الزمالك. الثلاث ماتشات اللي جايين ان شاء الله يحسمهم النادي الاهلي، يفوز بالدوري للمره 43 في تاريخه ان شاء الله. ونحتفل كلنا كجمهور النادي الاهلي بالدوري 43. وخلاص بعد ماتش فيوتشر بنقول النقطة التسعة، بعد ماتش فيوتشر بنقول النقطة 69 في الدوري بتاعنا ان شاء الله. عاش الاهلي وعاش الجماهير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويومكم سعيد ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وعاش الاهلي وعاش جماهيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.